عبد الغني سعيد عرب رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم يعمل في الاتحاد لمدة تصل إلى 30 عاما، وهو رئيس الاتحاد الحالي. في ظل وجوده في المنصب لعب المنتخب الصومالي لكرة القدم مباراة ودية واحدة فقط لمدة 30 عاما، وهي المباراة الودية الوحيدة أمام جيبوتي في يونيو الماضي. يعتبر عبد الغني من أكثر رؤساء الاتحادات فسادا في العالم إذا لم يكن أولهم. تلقى الاتحاد الصومالي لكرة القدم مساعدات مالية بالملايين من قبل الفيفا، حيث تلقى الاتحاد الصومالي مبلغ 9.5 مليون دولار، وسيحصل على 2 مليون إضافيين حتى العام المقبل. يتساءل لاعبو المنتخب وعشاق الكرة في الصومال: أين تذهب كل هذه الأموال؟ ينظم الاتحاد الصومالي الذي يقوده عبد الغني عرب البطولات الوطنية من دون إسعافات أولية، ويعتبر هذا خرقا واضحا لشروط الفيفا، وتشكل خطرا على حياة اللاعبين، مثل ما حدث في مباراة جينيو وهرسد في البطولة الوطنية، حيث لم يكن في الملعب طاقم صحي جاهز. وصلت الأمور إلى أن يقدم للفائز في الدوري الصومالي كأسا يشتريها من المحلات العامة، ويقدم نفس الكأس للفائز في الدوري الممتاز والدوري الدرجة الثانية، وهذا الكأس هو نفسه الذي يقدم للفائز في دورات الرمضانية والحواري. عبد الغني سعيد عرب رئيس الاتحاد الذي دمر مستقبل جيل كامل من اللاعبين الصوماليين.